في بداية لقائنا النهاردة أن نأخذ تقرير قصير ثم نعود لندخل في الموضوع الرئيسي ومع ضيفنا الكريم بعد هذا الفصل. مع العلم والعلماء فاتت سنة 2012 ومع سنة جديدة 2013 نلتقي والحصاد العلمي لعام 2012. واحد من شخصيات الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة في مجال طب الأمراض البطنة والجهاز الهضمي والكبد، والحاصل مؤخرا على جائزة المرجعية العلمية في الطب التكميلي من الأكاديمية الهندية للعلوم البيئية باعتباره مصري مرجعي في العلاج بالأعشاب الطبية. إنه العالم الأستاذ الدكتور سعيد إبراهيم شلبي، أستاذ ورئيس قسم بحوث وتطبيقات الطب التكميلي، شعبة البحوث الطبية، المركز القومي للبحوث. معكم وعلماء من بلدي الآن. أعزائي المشاهدين، من حسن الطالع أن ينال ضيفنا العزيز في هذا اللقاء تكريم اليوم قبل أن يأتي مباشرة إلى البرنامج الأستاذ الدكتور سعيد إبراهيم شلبي. أهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا فندم. يعني لا يمكن أن نفوت هذه المناسبة دون أن نهنيك ألف مبروك. الله يبارك فيك. ونتعرف أكثر عن التكريم أو الجائزة اللي حضرتك خدتها النهارده. هو النهارده من ساعات قليلة يعني. من ساعات قليله المركز القومي للبحوث الاستاذه الدكتوره إكرام فطيم، نائب رئيس المركز القومي للبحوث للمشروعات البحثيه، قامت في منتصف اليوم، يعني في حدود الساعه 1 الظهر، بتكريمي بمناسبة حصولي على جائزة المرجعية العلمية اللي حصلت عليها مؤخرا الشهر اللي فات من الهند. وكان ده كاحتفال بمكتب المشروعات البحثية اللي هو المكتب اللي يحط الخطط البحثية للمركز القومي للبحوث، واللي بيشرفني ان انا احد اعضائه. ويعني ده كانت لفتة جميلة من المركز. وقبلها الأستاذ دكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومي للبحوث يعني قام بتعليق لوحة في مدخل المركز القومي للبحوث كتهنئة بمناسبة حصولي على هذه الجائزة أيضا. جميل. نستوقف حضرتك عند كلمة مرجعية علمية ثم الهند تعطي لك هذه الجائزة، يعني إيه مرجعية ولماذا الهند؟ هو كمان في حتة أهم، في إيه؟ يعني دي يمكن تباعا في الطب التكميلي من بلد، يعني هم أكبر بلدين في الطب التكميلي في العالم هم الهند والصين. الهند والصين لأن دول الدول اللي بتهتم بالعلاج بالأعشاب الطبية، حتى إن هم عندهم كليات متخصصة. يعني الواحد بياخد الثانوية العامة ويدخل يدرس وياخد بكالوريوس في الطب التكميلي ويسمح له بالعمل كمعالج. فهم هناك سبقوا يعتمد كلية على الحاجات الطبيعية، الأعشاب الطبية والإبر الصينية والعلاج بالمثل والعلاج بالطاقة والعلاج بالأوزون وكل الحاجات دي لها مناهج هناك ليها مناهج بتدرس وبيحصلوا فيها على درجة البكالوريوس وبيبدأ يشتغل كمعالج. فدول يعني حولوا الأعشاب الطبية وكل الوسائل اللي هي الإبر الصينية وغيرها، حولوها إلى علم يدرس كمناهج وبيحصلوا فيه على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والأستاذية. فهم سابقين العالم كله في ده. والأستاذية يعني في الإبر الصينية بنجد في درجة الأستاذ في الإبر الصينية. الأستاذ في الإبر الصينية. يمكن هم سبقوا العالم كله. يمكن الدول المتقدمة الأخرى بتدرس طب تكميلي كدراسات عليا، يعني بنلقى فرنسا، بنلقى أمريكا بيدرسوا، ألمانيا بيدرسوا هذا العلم كدراسات عليا. لكن هم تميزوا في هذا الموضوع ان هم بيدرسوه من اول بداية الجامعة. كون ان الهند تمنح احد المصريين جائزة مرجعية دي معناها ان هذا الشخص اصبح مرجعا او ريفرنس يرجع اليه في هذا التخصص.
فكون ان اللي هو هذا ايه بقى التخصص؟ الطب التكميلي. الطب التكميلي بصفة عامة كده، بصفة عامة بالظبط. فكون بحسب ما لدينا من بحوث يعني ولا ايه؟ حسب ما لدينا من بحوث مم. وإشرافات على رسائل ومشاريع بحثية وإنجازات وبراءات اختراع، وكل يعني التاريخ العلمي للشخص كله بيدخل مع بعضه، بحيث في الآخر بنقدر إن احنا نقول إن الشخص ده بيصبح مرجع. هذه انا الجائزة. شايف ان في مفارقة غريبة جدا. حتى اه ذكرت دلوقتي ان هم تقدموا سبقوا العالم في هذا المجال، تمام ثم يرجعوا الى غيرهم في بعض الاشياء مع انهم هم اكثر تقدما. تمام. طب بيرجعوا في ايه بالظبط؟ هو بيرجع في بعض الأبحاث أو بعض التخصصات اللي هي تعتبر جديدة على مستوى العالم، أو بعض البحوث أو الإنجازات العلمية اللي تعتبر جديدة، اللي بناء عليها بيدي هذا الشخص هذه الجائزة. ولا آه، البيئية مثلا مرتبطة بمصر بس او هو شرق هو اوسط او احنا كمصر لا ننسى ان احنا عندنا حضارة قديمة من مم. الحضارات القديمة، مم. وان احنا العلاج بالاعشاب الطبية ده موجود في مصر من زمان. مم. احنا محلات العطارة موجودة من اكتر من 100 سنة، ولها دورها والناس ولها لها نشاطها. دورها ولها نشاطها. مم. يعني هي محتاجة إلى تقنين وإلى نواحي علمية وتطبيق العلم مم. مم. في هذا الموضوع. لكن الشعب المصري من زمان دي صور بيتعالج. التكريم يا دكتور على الهواء فعلا. تمام مم. أوكي. مم. أيوه تمام شكرا. ده تمام شيء جميل الله ورائع. يخليك. مم. تمام. مم. هو بالمناسبة اللي كان ظهر في الصورة من شوية ده رئيس جامعة روهي الخاند، مم. اللي هي الجامعة اللي منحتني هذه الجائزة، مم. ودي من كبرى الجامعات في الهند. وده في يعني حاجة كويسة إن الجامعات الهندية بمعاهدها بكلياتها بتكرم. أنا بعتبره تكريم لمصر مم. وحب لمصر، ودي حاجة كويسة لبلدنا بصفة عامة. يعني اذا لما الواحد بيشوف مثلا على الانترنت او على الفيسبوك او غيره اه شكل الكف مثلا وانه المنطقه دي تؤثر على القلب، والمنطقه دي تؤثر على الرئتين، والمنطقه دي تؤثر تمام على العمود الفقري، ودي على القدمين ودي على اليدين، تمام. وبرضه نفس الموقف في كف كف القدم. القدم المسائل دي فعلا حقيقيه؟ الواحد بيبص لها بصه كده يعني آه، شويه هي مش لا متاكد قوي من لا، المعلومه يعني. هذه المسائل فعلا حقيقية. في كمان عندنا الأذن نفسها، الجسم ممثل على الأذن برضو بمواقع معينة، اللي برضو كف الرجل اليمين غير الشمال. يعني في في حاجات هنا وفي حاجات نفس كده. الموقع هنا الناحية التانية، ده يأثر على القلب، ده يأثر على المعدة. يعني مجرد مم. ضغط عليه. الضغط نفسه عليه اه ممكن تضغط على مكان معين تبدأ تحس ان ضربات القلب تزيد، فده فعلا واقعي. اه ممكن واحد بيعاني من حموضة أو بيعاني من قرحة معدة مم. في مكان معين في القدم، لو ضغطت عليه تقلل إفراز الحمض في المعدة، فبالتالي في تعالج له القدم. في القدم. أيوه مم. لما تضغط على هذا المكان كجلسات بقى مستمرة يعني بيقل. بدل ما ياكل مثلا قطعة جبنة او فول، أو بدل ما ياخد يقرش فولة او بتاع، تمام يضغط على المنطقة المعينة في رجله، بالظبط تقلل الحموضة. تقلل إنتاج الحمض، فبالتالي يبدأ ده احنا يخف من التهابات محتاجين المعدة. ثقافة طبية يا دكتور. دي علوم موجودة في العالم بره، وأنا تمنيت إن يوما ما إن في مصر يتعمل كلية للطب التكميلي، مم. بحيث إن هذه العلوم تدرس، لأن دي فعلا حاجات موجودة في العالم بره وبتجيب طب نتائج كويسة. احنا عندنا بالفعل قسم. عندنا قسم، هو القسم الحكومي الوحيد على مم. مستوى مصر كلها مفيش في اي كلية هذا القسم؟ خالص. احنا هو يمكن بيشرفني ان جامعة قناة السويس كلية الطب، مم. انا اشرفت على بعض رسائل ماجستير ودكتوراه في قسم طب الأسرة، مم. وفي لسه رسالتين أجيزوا فعلا قريبا، مم. واحدة دكتوراه وواحدة ماجستير، وهم بدأوا يتجهوا لهذا التخصص، ان هم يحاولوا يعملوا عيادات للطب التكميلي عندهم، ودي بداية كويسة ان احنا بدل ما احنا في المركز القومي للبحوث بس، بدأت الجامعات تحذو حذونا وتبدأ انها تعمل هذا التخصص. يعني اذا نتوقع في الفترة اللي جاية ان يكون لدينا عيادات طب تكميلي، ونلاقي فيها الابر الصينية مثلا، ونلاقي فيها العلاج بالاعشاب والعلاج بالمغناطيسية والمسائل دي كلها. هو فعلا نتوقع، ومع ضرورة
تقنين هذا العلم، لأن يعني أحيانا ساعات النقابة بتاعتنا، نقابة الأطباء، ساعات تعصلج في بعض التخصصات وتقول طالما ما فيش عليها أبحاث علمية لا احنا مش عايزينها. هو في أبحاث علمية فعلا على مستوى العالم، بالذات في الدول ديت اللي هي سبقانا في هذا التخصص. الصين والهند بالظبط فعلا. سابقة أمريكا وأوروبا في سبق المسألة. امريكا واوروبا بالظبط، لان هو ده اصلا بدايه. يعني الابره الصينيه بدات عندهم من ايام ما كانوا بيجيبوا حجر يضغطوا بيه على مكان معين عشان يعالج الالم او يعالج حاجه معينه، لغايه لما طوروها وعملوا الابره الرفيعه اللي الواحد يتشك بيها ما يحسش بيها. فهذا التطور وصل في الاخر الى علم تطبيقي، وفي ناس بتسافر للدول دي عشان يعني اللي بيتحط في جسم الإبرة دي مش بيحس بيها؟ مش بيحس بيها حاجه يعني المنظر المرعب دوت لا لا لا، مش حاجه رفيعه خالص آه. جدا، آه. بتزق في لحظه كده، بسرعة كده. محدش يقدر يحس بيها خالص. مم. بس طبعا ده يتوقف على اللي بيشتغل. خفة خفة إيده ايده يعني. بالظبط، وخبرته مهارته في الشغل فعلا. زي بعض المعالجين اللي بيدوا حقن مثلا معينة بتبقى الواحد مش حاسس بيها، واحد بالظبط تلاقي ايديه تقيلة. بالظبط ده برضه في الإبر الصيني. بالظبط. اتفضل. يعني دلوقتي نتوقع ان الناس يروحوا يدرسوا ياخدوا دكتوراه مثلا في الإبر الصينية ويرجعوا يفتحوا، او في الحاجات التكميليه. طب ايه اللي عندنا، ايه المتاح عندنا من ابحاث يخلينا نسمح بانه يكون في هذه العيادات الدكاتره فيها مصريين، لا هم صينيين ولا هم هنود؟ هو احنا كمركز قومي للبحوث قسم طب تكميلي فيه 39 طبيب بشري. احنا اطباء بشريين فقط، ما عندناش اي تخصصات اخرى في داخل القسم. كلنا متخصصين، لا اما في الامراض الباطنه، لا اما في طب الاطفال، لا اما في التخدير، لان التخدير بيدخل معاه علاج الالم، وبالتالي احنا بنعوزه في شغل الابر الصينيه. ال 39 طبيب الموجودين ممكن دول يبقوا نواه لتدريب اطباء اخرين، بحيث ان احنا يعني نساعد ننشئ هذه العيادات. بالظبط فعلا. واحنا اطبائنا بيسجلوا الماجستير والدكتوراه في الجامعات، فبيحصل تعاون مع الجامعات، وبيحصل تبادل معرفة أو تبادل ثقافة فيما يخص التخصص الجديد، أو التخصص اللي هو محتاجين فعلا إن احنا نزود عدد المتخصصين فيه في مصر. ما انشأتوش في كليات الطب في مصر أقسام جديدة للطب التكميلي؟ هو يعني عشان إنشاء قسم للطب التكميلي في أي جامعة لازم موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وموضوع يعني لازم يمر بخطوات معينة بالظبط فعلا عشان ينشأ. ولكن هو الاتجاه ان بدأت بعض الجامعات زي جامعة قناة السويس ان هم يسجلوا اعضاء هيئة التدريس عندهم في مواضيع ترتبط والمشرفين اكيد من عندكم من مركز قلب. هو انا شاركت، لا انا شاركت في الاشراف مع الزملاء في الجامعة في نفس القسم اللي هم فيه يعني. تمام. دكتور سعيد، نعلم انه لديك براءات اختراع ومهمة جدا ولها حيثيتها في البحث العلمي في مصر. نتوقف عند براءات اختراع دكتور سعيد. هو أنا ليا 3 براءات اختراع عالمية عن علاج الأمراض الفيروسية، وخاصة فيروس سي، ودي مسجلة بمكتب براءات الاختراع الأمريكية ومقبولة. ودي من خلال استخدام النباتات الطبية أو الأعشاب الطبية كعلاج بديل لعلاج الفيروس سي. ودي يعني أبحاث من سنة 94 لغاية دلوقتي، يعني حوالي 19 سنة بحث متكامل، من أول دراسة النباتات للسمية بتاعتها، بحيث إن بقت نطمن الحاجة مش سامة آمنة بالظبط. الدراسات على الفئران، لدراسات الباثولوجي، علم الأنسجة المرضية تأثيراته إيه، يعني 19 سنة يعني عمر يعني عشان نصل إلى منتج صالح للاستخدام الآدمي أو يمكن أن يعالج إنسان يعني. بالظبط. 18 سنة 19 سنة 19 سنة. هو طبعا البحث العلمي بياخد وقت طويل عشان نقدر نتوصل لأي حاجة، لأن يعني اللي بيروح للعطار ده ويقول له أنا عاوز حاجة لفيروس سي، يقول له طب خد المجمع ده وخد حبة الأعشاب دول واغليهم واشربهم على غير ريق أو اشربهم ولا تنام، ده كلام يعني ما ينفعش طبعا يعني ما ينفعش، لأن إحنا عشان نقول إن النباتات دي تقدر تعالج فيروس
بنعمل حاجة اسمها يعني دراسات على الأنسجة تيشو كالتشر بليتس، مم. بحيث إن بتبقى رقائق من الأنسجة وبيتم التجربة عليها قياس عشان التأثير. نقيم. مم. وبعدين برضو في نقطة مهمة، إن الفيروس سي كتجربة على حيوانات تجارب ما بينفعش إلا على الشمبانزي. يعني اللي بيقول بعمل أقرب تجارب على الفئران والكلاب مم. كلام شغله مش مظبوط. مم. لأن يعني هو بالذات يعني بيصيب الإنسان والشمبانزي، يبقى هنا مم. يعني في التجارب مش سهلة، مم. فبالتالي ما ينفعش لا العطار ولا بعض الآخرين اللي مع بيعلنوا كده. تقديرنا لنشاطهم اه الآخر بالظبط، مع يعني تقديرنا ليهم. لكن في بالظبط. المسائل اللي هي علاجية وحساسة يعني وفيروس كمان، ايوه بالظبط مش بالظبط مجرد مغص ولا بتاع في بالظبط، مغص اسهال مش عارف ايه، ماشي، حاجات دي ده قريبة قوي، دي لكن حاجات ممكنة فعلا، الفيروس لكن فيروس مسألة. ما ينفعش. اه طب براءة الاختراع دي يعني احنا مش شايفين، طب فين هذه العلاجات وهذه الأدوية في مصر يعني؟ هو بعد براءة الاختراع المفروض بتبقى في شركة أدوية تتبنى تتبنى الموضوع وتحوله اه إلى منتج ينزل في السوق في الصيدليات، فدي اه لسه مرحلة قادمة نتمنى إنها تتم إن شاء الله، يعني بإذن الله. شيء جميل. إن شاء الله. يعني هنشوفه هنا في مصر. إن شاء الله طبعا نتمنى بإذن الله طب ربنا ليه يسهل. مش شركة مصرية يعني؟ عشان لا، ما احنا الأولوية الأولى طبعا شركات مصرية، يعني نتمنى م. أن تبقى شركة مصرية طبعا يعني الأول نقدر قبل شركة عالمية، يعني دي لكن لسه يعني. مفيش شركات دخلت عشان لا تعمل لا، لسه ما فيش حتى هذا اه الموضوع حتى لا الآن. لا مصري ولا ما أجنبي. يعني ما جربناش، هو مشغوليات البحث اللي انت عارف حضرتك. المفروض انت تتابعها، مش هم اللي يتابعوها. تمام، بس هي ما فيش وقت للتسويق ولا الكلام ده، احنا كلنا الواحد مضغوط بشغل ابحاث وكلام زي كده، تاني فده يعني آه، الانترنت سهل المسألة شوية. بس برضه معلش محتاج التسويق مجال اخر يعني صعب. لكن 12 ده في المجالات العلمية الدوريات العالمية. موجود عالميا وموجود على النت وكل حاجة، ومعتمد ومجاز ومعتمد ومجاز وكل حاجة. ومحدش لسه ما. لسه ما طب يعني ده نداء لشركات الأدوية في مصر إنها تشوف نتم... يعني هذه البراءة المسجلة والمعتمدة، مش تمام. معتمدة بس في أي مكان، ده معتمدة في العالم. أيوة. يعني يا ريت إن المسألة هنا تأخذ قدر من الاهتمام، وبدل ما نرجع نستورد هذه الأدوية من الخارج بملايين الملايين، نقدر ننتجها هنا. واعتقد انه ممكن تكون المدخلات متاحه محليا، بدليل انه البحث العلمي فعلا عملها هنا في مصر بالتحديد، وبدل ادويه بير السلم زي ما الكل عارف يعني. لكن خلونا دي البراءه الاولى يا دكتور سعيد. في براءات تانية، في اتنين تانيين. في حاجة تانية هو على هي دي بس يعني ما عملنا لهاش براءة حتى الآن، لأن لسه يعني كمشروع بحثي. هي على استخدام ورق التوت في علاج السكر. هو ورق يعني التوت، ورق شجر التوت. ورق شجر التوت بالظبط. الناشف بقى ولا الاثنين الطري ينفعوا، الأخضر؟ الاثنين ينفعوا. الاثنين ينفعوا. الاثنين ينفعوا. هو ده انا الفكره ببساطه ان يعني ورق التوت موجود في كل حته، يعني اي فلاح بيبقى زارع شجره توت عشان يقعد تحت منها لما يجي يتغدى الظهريه او حاجه زي كده. لو خد الورق دوت واستعمله ممكن ان هو يخفض له نسبة السكر، يبقى كده ما تكلفش حاجة وخد حاجات طبيعية ملهاش أضرار. أي مريض سكر يقدر يعمل ده؟ لا، مرضى السكر اللي بيعتمدوا على الأنسولين ما ينفعش معاهم. هي أو شيء أصلا. لكن اللي بيعتمدوا على الأقراص ممكن هو يستبدل ده بالأقراص بصورة تدريجية، بس يا ريت برضه تحت إشراف طبي عشان يبقى في تعمل بعض التحاليل الطبية. يعني يجرب التجربة ديت وبعد كده يعمل قياسات السكر بقى. بالظبط، بحيث تعمل قياسات طب السكر. هي بقى إيه التجربة عشان نعرفها مع بعض؟ يعني إيه ورق التوت هيتعمل فيه إيه؟ يعني هو إذا كان الورق الأخضر إحنا ببساطة بنجيب ورقتين توت بنغسلهم ونقطعهم ونحطهم في كوباية فاضية ونحط عليهم مية بتغلي. يعني بدل الشاي، كأنها زي الشاي الكشري، كأني هعمل شاي. كأني هعمل شاي بالظبط. ويستوي الورق الأخضر أو الجاف؟ لو جاف هيبقى معلقة شاي صغيرة من الورق الجاف ده المطحون دوت، بحيث ان هنحط برضو عليها المية المغلية بحيث ان احنا نستعملها ككوب نشربه. ده يتوقف حضرتك على حسب مستوى السكر في الدم. يعني كلما كان مستوى السكر اعلى يبقى هعوز مثلا اشرب الحكاية دي 3 مرات او مرتين. لو الزيادة حاجة بسيطة يبقى كفاية مرة واحدة. امتى توقيت الشرب؟ يعني قبل الشرب بناخدها قبل الأكل مباشرة، وعلى حسب حضرتك زي ما قلنا مستوى السكر في الدم. يعني ربما لو مرة واحدة مثلا قبل الغداء، مثلا لو مرة واحدة تبقى قبل الغداء. لو أنا مرتين 3 مرات يبقى 3 مرات قبل الأكل، 3 مرات بالظبط كده. ولو مرتين يبقى فطار وغدا.
فطار وغدا. فطار وغدا. مش بالليل. تمام بالظبط. ويقيس بعدها السكر. وقيس بعدها السكر. واحنا دلوقتي قياس السكر سهل في الصيدليات دلوقتي، ممكن الواحد اللي ما عندوش جهاز في البيت ممكن يوصل لاي صيدليه قريبه منه ويقيس السكر ويعرف. اذا الارقام في المعقول خلاص يبقى جرعه دي كفايه. اذا الارقام المسائل جربت يا دكتور؟ جربت. وحضرتك انا بفاجئ الموضوع ده انا كتبته على النت من 3 سنين. ففوجئت ان بيجي لي ناس ناس من السعوديه، وناس من القاهره، وناس من الجزائر، يعني كلهم بيقولوا احنا في طبيب مصري كتب كده على النت فاحنا بنجربها. اقول لهم انا اللي قلت الكلام دوت، لان انا عملته كنوع من الثواب ان الناس تستفيد بحاجه. لان ده وانت لسه ما سجلتش؟ لا لسه ما سجلتش. هو انا هدفي ان في ناس الدواء بقى غالي، في ناس ما بيقدروش يشتروا الدواء. يعني انا بفاجئ فده علاج اهو في ايدينا ده ببلاش يعني. طب ده المعروف يا دكتور، ورق